هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق نقدم إلى حضراتكم موجزا بأهم وآخر الأنباء، يقرأه عليكم الحسن إبراهيم. عناوين الموجز: بعد ممانعة مستمرة، النظام الحاكم في أسمرا يوافق على مقابلة لجنة المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إريتريا. اختيار الأستاذ عبد الرحمن سيد منسقا عاما لحملة يوم المعتقل الإريتري للعام 2019. تفاصيل الموجز من إذاعة الوفاق. بعد ممانعة استمرت لسنوات، أخيرا وافقت العصابة الحاكمة في إريتريا على مقابلة اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في إريتريا. وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الدولي قد شكل لجنة خاصة بمتابعة حقوق الإنسان في إريتريا، والتي أصدرت عددا من التقارير وصفت فيها الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الشعب الإريتري والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الحاكم في أسمرا، والتي تمثلت في الخطف والاعتقال والإخفاء القسري للمعلمين والسياسيين والإعلاميين وغيرهم من النشطاء الإريتريين، وإخفائهم في معتقلات غير معروفة، وغياب حكم القانون والخدمة العسكرية طويلة الأمد. وكانت اللجنة قد أدانت النظام بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. تم اختيار الأكاديمي الأستاذ عبد الرحمن سيد بوهاشم منسقا عاما لتنسيقية يوم المعتقل الإريتري للعام 2019. وجدير بالذكر أن هذه التنسيقية تعمل لأكثر من 5 سنوات للتعريف بقضية المختطفين والمعتقلين في إريتريا، والذين بلغ عددهم أكثر من 10,000 معتقل، من بينهم قضاة وعلماء ووزراء سابقون وسياسيون وإعلاميون ومن عامة الشعب الإريتري. وتقوم التنسيقية بحملات إعلامية وندوات قانونية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ودون شروط. وقد حققت هذه التحركات انتشارا كبيرا بين الإريتريين في الداخل والخارج، وأصبحت محل إجماع الجماهير الإريترية التي تسعى لتحرير الإنسان الإريتري من السجن والاعتقال والاستبداد. هكذا أيها السادة والسيدات، قدمت لحضراتكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. متابعة طيبة تمناها لكم مع بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم. حتى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في داخل إريتريا الحبيبة. نحييكم ونلتقيكم في برنامج حوار الوفاق، والذي نستضيف فيه هذا الأسبوع الأستاذ المناضل أحمد القيسي. مرحب بك أستاذنا أحمد، ومرحبا بالمستمع الكرام. بداية أستاذنا أحمد، ونحن نتحاور معك حول الراهن السياسي الإريتري، كيف ترى المشهد السياسي في إريتريا، خاصة بعد اتفاقية السلام مع أثيوبيا؟ كيف سيؤثر التحول الجديد في العلاقة مع أثيوبيا على الداخل الإريتري، وهل يمكن أن تكون بداية تحول شامل في البلاد؟ في البداية أود أن أحيي الأخوة العاملين في إذاعة الوفاق، والشكر موصول أيضا لإتاحة هذه الفرصة من خلال هذا اللقاء، وتحية للجماهير الإريترية في الداخل والخارج لصمودها وتمسكها بما يمكن تسميته في هذه المرحلة بالثوابت التي
ناضل من أجلها هذا الشعب. على كل حال سوف أدمج السؤال الأول والثاني بإجابة واحدة نتيجة التشابه الكبير. لعل الكل من المتابعين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي يذكرون أنني نشرت مقالا أو منشورا على الفيسبوك، وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة، بعنوان واضح يلخص ضرورة التغيير. ما أردت الإفصاح عنه يتلخص في النقاط التالية: 1. إن المشهد السياسي والتغييرات الدراماتيكية لا تنحصر على مستوى بلد أو منطقة أو أقليم، بل يمكن القول إن العالم كله وبدرجات متفاوتة يشهد حالة من إعادة سياقة وضع جيوسياسي لم يعد يتماشى مع ما كان قائما في السابق. فلم يعد القطب الواحد المهيمن على السياسة الدولية والذي سوق له كحقيقة مطلقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قائما بما ينظر إليه الآخرين، برغم العنفوان الأمريكي الواضح هنا وهناك. 2. هذا المشهد السياسي الذي نراه في منطقتنا والتطورات الدراماتيكية التي حدثت وتحدث مرتبط بالأصل بما يحدث على الساحة الدولية والاستقطابات الحادة بين القوى المتصارعة نفسها، وهذا الاستقطاب في حد ذاته يفرض استحقاقات على واقع شعوب المنطقة وتطلعاتها المستقبلية. 3. هناك عناصر مهمة يجب التركيز عليها والتمعن بعمق في منطقتنا تحديدا. أولا، التواجد الصيني الكبير اقتصاديا وعسكريا. ثانيا، ارتباط القضايا ببعضها البعض كمسألة أمن البحر الأحمر. ثالثا، وضع جديد في كيفية حل القضايا المزمنة في المنطقة، ليس من باب حلول عملية وعادلة، بل تجاوزا للحقائق وفرض واقع جديد. رابعا، الفشل الكبير للحركات الشعبية فيما عرف بربيع الثورات وانعدام البديل المعبر لهذه الحركات، وهذا درس كبير. خامسا، تصدر المشهد أنظمة تقليدية كان يقال عنها في السابق رجعية تقوم بدعم الحركات الشعبية في مشهد سريالي مثير جدا، ويمكن أن يؤخذ هنا كمثال بسيط ليبيا وسوريا وغيرها. سادسا، بروز ظاهرة الارتباط الوثيق بين ما يجري في الأقليم المعروف بالشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي. طبعا ما يهمنا في الموضوع المتغيرات السريعة التي هبت على منطقة القرن الأفريقي وبسرعة البرق، وانقلبت الموازين واللغة والخطاب السياسي، بحيث أربكت الكثير من المتابعين وعموم شعوب المنطقة، بما فيهم الشعب الإريتري بمستوى معين والشعب الإثيوبي بمستوى أن انعكست على مستوى الحكم استمرارا وتحالفا بين أطراف السياسية. الموضوع في تصوري ليس إقرار بفرض السلام بين دولتين وتطبيع علاقات عادية أصيبت في مرحلة ما ولأسباب ما بعارض نجم عنه حالة من العداء، بقدر ما يمكن القول إنها ثورة في المفاهيم والثوابت التي حكمت صراعات المنطقة على مدى أجيال وأجيال. وهذا ما بدا جليا واضحا في تتابع الأحداث عبر تصريحات مثيرة وأفعال أكثر إثارة، آخرها بالطبع كمثال تمثال الإمبراطور هايلي سلاسي وتقديمه وكأنه الأب الروحي للوحدة الأفريقية. بالطبع رغم تفاهة الموضوع برمته، إلا أنه يحمل
بالطبع دلالات عميقة. يقابلها في الجانب الآخر ذاكرة أجيال ما زالت حية تحمل وتخزن داخلها الذكريات المؤلمة والحزينة لما صنعه الأب الروحي لأفريقيا من مويلات وحروب وقتل وتدمير وإبادة. أحيانا تصاب بالصدمة للمنطق الذي يحكم هؤلاء القادة الجدد، حين يسوقون التبريرات لما جرى على مدى عقود في إريتريا. تراهم ينسبون كل المآسي إلى الأنظمة التي كانت تدير البلاد، هايلي سلاسي، منغستو إلى آخره. وفي الجانب الآخر من الصورة نراهم يحتفون بهؤلاء القادة على أفعالهم العظيمة. وخذ على ذلك كل العملية المسماة بالسلام تقفز من النقيض إلى النقيض. والسؤال في تصوري المنطقي هنا لماذا؟ ولإقناع من؟ وما الهدف في نهاية المطاف؟ هذه الأسئلة التي يجب أن نبحث لها عن إجابات. في الجانب الآخر تزداد قتامة الصورة وهزليتها أن تجري الأمور هكذا عيني عينك وسط صمت أقرب إلى صمت القبور من قبل النظام الرسمي الإريتري، وكأن الموضوع لا يعنيه إطلاقا، وإن كل ما يقال ويعمل يجري في عالما أو كوكبا آخر. هذا الوضع فتح الباب على مصراعيه ليشطح خيال البعض منا، ولكن على قاعدة الإلهام المتحكم للعقلية التي نشأنا عليها، بأن ما يجري مؤامرة مسيحية تجراوية تجرينيا إلى آخره من المؤامرات، وكالعادة تضيع عقربة البوصلة لتعيدنا إلى صراعاتنا الداخلية، وكأنها لعنة مستحكمة بمصيرنا. وكنت أتمنى لو فكر الذين يؤمنون عن قناعة بهذه التحليلات والتأويلات حقيقتين أساسيتين في تاريخنا. الأولى، إن الآلاف ممن فقدتهم أسرهم من أبناء التجرينيا قضوا نحبهم برصاص إثيوبي، أو قضوا نحبهم برصاص إثيوبي، شأنهم شأن الآخرين. ولذا لا أعتقد أن التجرينيا قد فقدوا الذاكرة. والثانية، أن الراعي الرئيسي لما يجري في القرن الأفريقي والحامي الحقيقي والداعم أيضا هم من أقحاح المسلمون في المنطقة. إذن فلنبحث حتى نعدل بوصلتنا، وهذه مسألة مهمة في تصوري. الموضوع الآخر في عملية السلام هي مسألة المعارضة الإريترية. قد يطول الحديث وبعضه قد يثير زوابع لا داعي لها أصلا، لكن لا بد من ذكر نقاط مهمة أجدها ضرورية. الأولى، إن المعطيات السياسية الجديدة تضع المعارضة في المحك الحقيقي، إن كانت معارضة بحق أم تعبير لطموحات نخبة اعتادت على الارتزاق على حساب معاناة شعب. بمعنى آخر، إن اللحظة فارقة جدا في الفرز الحقيقي. ثانيا، إن المرحلة بكل ما تحمله من تغييرات دراماتيكية تضع أمام كل أطياف المعارضة ضرورة المراجعة السياسية لخطابها السياسي منذ اللحظة التي عرفت نفسها كمعارضة. ثالثا، استخدام الخلافات القديمة كأداة استقطاب للجماهير الشعبية والحصول على شرعية الوجود في اعتقادي قد ولى عهده. فنحن أمام حالة استثنائية تتمثل في وجود وطن أو عدمه، وأي حالة افتعال في تقييم الصراعات القديمة كمبرر هي في تصوري انتحار بامتياز، لسبب بسيط، إنها تمس النسيج الاجتماعي في الوقت إن المرحلة تتطلب اليقظة العالية لتجسيد الوحدة بأعلى مستوى، طالما إن الكيان الجامع والمعروف بوطن في حالة خطر. وأخيرا، يقع العبء الحقيقي على وعي الجماهير
وأن تنتفض وترفع راية كفى عبثا وكفى ارتزاقا. شعب واحد رغم تنوعه يجمعه وطن واحد يتسع للجميع. وهنا يأتينا سؤال آخر أستاذ أحمد، ما دور جماهير الداخل في ظل كل هذه التحولات، وكيف يمكن لهم أن يلعبوا دور مهم في هذا التوقيت؟ في اعتقادي هناك إشكالية كبيرة في تشخيص دور جماهير الداخل. أولا، القمع الغير مسبوق في حق كل من يرفع صوته ضد النظام. ضف على ذلك ليس هناك رد فعل يقف ضد هذا القمع. ثانيا، الهروب الكبير لقطاع الشباب والذي يعول عليه لتصدر أي مقاومة. ثالثا، السياسة الممنهجة للنظام في استغلال واقع التخلف الاجتماعي في عملية تخويف طرف من هيمنة طرف آخر، وقد ظهر هذا الموضوع في تصوري بصورة جلية في أحداث مدرسة الضياء. رابعا، التحكم في معيشة الناس من قبل النظام والسيطرة عبر هذه الوسائل، مما فرض على الكثيرين من الأسر التعايش مع النظام مهما كلف الأمر. خامسا، ليس هناك بديل سياسي يعتمد عليه، وهذه حقيقة مطلقة يجب أن نعيها تماما، ويجب أن تعيها المعارضة بالدرجة الأولى كي يكون أداة الاستقطاب وعامل تحفيز لجماهير الداخل. بناء على هذه الحقائق في تصوري، فإن العبء الكبير يقع على جماهير المهجر، وهنا تكمن الطامة الكبرى حين نرى ما نراه من السلبيات. أما حالة السلام وتأثيرها فيكفي أنها جلبت معها الوفرة في المواد الغذائية ونسبة معينة من انخفاض في أسعار المواد المختلفة. أما الأبعاد السياسية والاجتماعية فهذا ترف كبير قد لا تنشغل به الأوساط الاجتماعية الفقيرة، وهي الأغلبية الساحقة من جماهيرنا في الداخل. ولذا فإن الواقع يفرض علينا أن نشخص تشخيصا حقيقيا حتى نطلب من الناس أن يؤدوا لأنفسهم دور. فرضينا أم أبينا في هذه المرحلة بصورة محددة وللمساحة الواسعة المتاحة للتحرك والوعي المتوفر وعدم وجود ضغوط تقع على جماهير المهجر في تصوري. إلى هنا مستمعي الأعزاء أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذا الجزء من حوارنا مع الأستاذ أحمد القيسي، شاكرين لكم حسن المتابعة على أمل أن نلقاكم في لقاءات مقبلة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. دولة تمتلك كل المقومات الكفيلة بجعلها نموذجا للدولة العصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فإريتريا أو جارة البحر كما يحلو لأهلها تتمتع بموقع فريد من نوعه، فهي قريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يعد أقصر طرق الملاحة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، مما يجعلها تشكل حلقة وصل بين القارات الكبرى الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتمتلك في الوقت ذاته ميناءين من أهم موانئ القارة الإفريقية، مصوع وعصب، وتتبع لها 126 جزيرة، أشهرها دهلك الذي يضم وحده 25 جزيرة من أجمل جزر البحر الأحمر. ولكن إريتريا لم تنعم مطلقا لا بهذا الموقع ولا بالموارد الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، فمنذ نشأتها كدولة بحدودها المعروفة لم تنعم بالاستقرار والسيادة على أراضيها،
فقد استعمرها الإيطاليون لمدة 50 عاما من عام 1890 إلى عام 1942، ثم انتقلت إدارتها للبريطانيين، وفي أواخر الخمسينيات أدخلها الإمبراطور هيلا سيلاسي في اتحاد كونفدرالي مع إثيوبيا بدعم من الأمم المتحدة. في عام 1991 ظن الشعب الإريتري أنه نال حريته عقب الاستقلال، لكن الصورة بدت أكثر قاتمة بعد تقلد أسياس أفورقي مقاليد الحكم، فقد شرع حزبه الجبهة الشعبية مباشرة في عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والاغتيالات الممنهجة. فيقدر عدد المعتقلين في السجون الإريترية بعشرات الآلاف، كثير منهم ماتوا في المعتقلات جراء التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وتم دفنهم في أماكن سرية من دون إبلاغ ذويهم أو تسليم جثامينهم إلى ذويهم. في إريتريا حكومة مؤقتة لإدارة البلاد بلا أجل منذ العام 1991 يترأسها أفورقي. لا توجد أحزاب ولا كيانات سياسية غير حزبه، ولا برلمان ولا دستور ولا قانون ولا وسائل إعلام، وفتحت فيها أبواب السجون ليتم الزج بجميع المعارضين وغير المعارضين. فقد تم إفراغ الوطن من نخبه السياسية والثقافية، وحتى زملاء الأمس ورفقاء الدرب من كوادر حزبه تخلص منهم الدكتاتور الواحد تلو الآخر، وأدخلهم المعتقلات وتمت تصفية العديد منهم. ظاهرة الاعتقال أو الإخفاء ولدت مع استقلال إريتريا، وكان إرهاصا بطبيعة المستقبل الذي سيكتنف البلاد التي تحولت إلى سجن كبير. ومنذ حملة الاعتقالات الجماعية الأولى في إبريل نيسان عام 1992 استطاع النظام الحاكم أن ينشئ ما يشبه مجتمعا موازيا خلف جدران معتقلاته. وصلت ذروة الاعتقالات في إريتريا ذروتها عام 1994 الذي شهد اختفاء عشرات المعلمين الدينيين من مدن عدة أبرزها قندع ومصوع، وسط صمت طبقة المثقفين. كما شهدت إريتريا في العام ذاته حملة اعتقالات أخرى لناشطين من أقليات دينية مسيحية. وخلف الجدران اختفى على سبيل المثال إبراهيم محمد جمع المعلم الذي اعتقل عام 1992 وألحق به ابنه عبد الوهاب بعد عامين، في حين قضت أزمة قلبية على ابنته من هول صدمة ما حدث بأبيها وأخيها. وهناك اختفى عام 1995 محمد عثمان داير الذي قارب 60 عاما والمثقل بأمراضه دون أثر. وهناك اختفى الصحفي داوود إسحاق منذ عام 2001 لأن قلمه لم يخضع لمعادلة الترغيب والترهيب. وهناك اختفت منذ عام 2003 أستير يوحنس زوجة المعتقل والقيادي السابق في الحزب الحاكم بطرس سلامون. ونظام أفورقي لا يرقب إلا ولا ذمة في أحد، فقد اعتقل وزير الخارجية الأسبق هايلي ولد تنساني درع الذي رحل في سجون النظام الإريتري قبل أسابيع قليلة، حيث كان معتقلا منذ سبتمبر أيلول عام 2001 ضمن ما عرف بمجموعة 15 الإصلاحية التي ضمت وزراء وسفراء وعددا من كبار المسؤولين. ولم يسمح النظام لأسرة الوزير بتسلم جثمانه، كما لم يتم إبلاغ عائلته بخبر وفاته بصفة رسمية من قبل أجهزة النظام، حيث تسرب خبر وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين معارضين للنظام. كان ذنب هايلي ومجموعة حزب الجبهة الشعبية الإصلاحية فقط أنهم طالبوا في مذكرة تصحيحية بالعودة إلى المسار الديمقراطي، فتمت مكافأتهم بالاعتقال والتعذيب حتى الموت. وامتدت دائرة الاعتقالات والإخفاء القسري لتشمل المثقفين والإعلاميين بالإضافة إلى المعلمين وشيوخ تحفيظ القرآن. وقد تزامن رحيل هايلي درع مع وفاة الشيخ موسى محمد نور التي حدثت نهار الخميس الأول من مارس أذار الماضي في زنزانته، حيث صمد فيها 4 أشهر
تعرض فيها إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مثل شقيقه طه وبقية السجناء السياسيين الذين تعج بهم معتقلات أسياس أفوركي. نشير إلى أن الرجل بالإضافة إلى كبر سنه 93 عاما كان يعاني من أمراض الشيخوخة مثل ارتفاع ضغط الدم واعتلال القلب. وفي سجون أفوركي اختفت كذلك عام 2012 سهام علي عبدو في ربيعها ال15، لتكمل الآن 5 سنوات حبسا، وكل جنايتها أن والدها انشق عن النظام الحاكم. وقبلها ب7 سنوات اختفى إدريس محمد علي قيثارة الثورة وأيقونتها، الذي طالما غنى لإريتريا المستقلة. وغيرهم كثر يغيبون فقط لوشاية أو شك أو لمحاولتهم الهرب من الخدمة العسكرية التي تمتد سنواتها بلا نهاية في إريتريا. حتى الأطفال لم يسلموا من نظام الجبهة الشعبية، إذ أبلغت شيلابي كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان المجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف أن السلطات في إريتريا ألقت القبض على مئات المعارضين في مارس بعد وفاة مدير مدرسة رفض أوامر حكومية وهو قيد الاحتجاز. وأضافت أن معظم من ألقي القبض عليهم من الذكور، وأن بعضهم من صغار السن البالغ عمرهم 13 عاما. يخصص النشطاء الإريتريون بكافة أطيافهم يوم 14 من أبريل نيسان من كل عام للتذكير بالمعتقلين الإريتريين وللفت أنظار العالم لقضيتهم العادلة المنسية وللتضامن مع المعتقلين وأسرهم. وتأتي خصوصية هذا اليوم لأنه شهد حملة اعتقالات واسعة وتدشين عهد جديد من التنكيل بالشعب الإريتري في أكثر من مدينة إريترية، في وقت كان الشعب الإريتري في قمة إحساسه بالنصر والمساعي الحثيثة لتضميد جراحات النضال ومرارة 3 عقود من الإنهاك. بحسب تقارير منظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإريترية تستهدف المتدينين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء. المسلمون تلاحقهم بتهم الإرهاب والانتماء للجماعات الإسلامية المتطرفة، أما المسيحيون المتدينون المستهدفون بالاعتقال هم عادة من طوائف مسيحية تحرم على أتباعها العمل السياسي وحمل السلاح والانخراط في الجيوش، بالإضافة إلى كل ناشط مسيحي ينتقد حزب الجبهة الشعبية وسياساته. تقدر الأمم المتحدة عدد المعتقلين في إريتريا بنحو 10,000 شخص، ويقول غيرها 15,000، ويعتقد آخرون بأن العدد أكبر بكثير من هذا، في ظل التكتم الشديد والإنكار ومنع دخول المنظمات الدولية ومنع أبسط الحقوق حتى زيارة الأهل والأقارب للاطمئنان على ذويهم. في تقديري المشكلة ليست عدد المعتقلين، فتغيب أي مجموعة وراء الجدران المعزولة ومنع الزيارة عنهم وتعريضهم للعذاب والانتهاكات يعني دموع الأمهات وقلق الآباء والزوجات والإخوان. فالمعتقل ليس كائنا مقطوعا من شجرة، إنه ابن أسرة ما، ومع إدخاله السجن تدخل العائلة كلها معه عالم القلق والانتظار المرير. تخيلوا معي كيف يكون قلب أم لا تدري أحي ابنها أم ميت منذ ما يزيد عن 27 عاما. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.